مش قادر انسى المباراة دي. مش قادر انسى مباراة عدى عليها 20 سنة بالتمام والكمال. مباراة كانت صدمة للنادي الأهلي ولكل جماهيره، وكانت ختام صعب جدا لسنة المفترض إنها تكون من أفضل سنين النادي الأهلي، سنة 2005. السنة اللي الأهلي حرفيا قفل فيها اللعبة بفريق الأحلام، السنة اللي الأهلي كسب فيها الدوري بعد غياب 4 سنين، وكمان كان عامل عرض قوي جدا وبلا أي هزيمة. السنة اللي الأهلي كسب فيها دوري أبطال إفريقيا في أفضل تتويج إفريقي ليه في تاريخه في سنة 2005، والسيمفونية اللي عزفها على كل فرق إفريقيا. جينا لكأس العالم للأندية في اليابان 2005، والمشاركة الأولى للنادي الأهلي. بطولة كانت جديدة جدا على كل جمهور الأهلي وكل جمهور الكرة المصرية. بطولة بيشارك فيها الأهلي بطل إفريقيا، واتحاد جدة السعودي بطل آسيا، وليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، وساو باولو البرازيلي بطل كوبا ليبراتادوريس، وفريق ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي بطل الكونكاكاف، وسيدني الاسترالي بطل اوكيانوسيا. بطولة كانت غريبة جدا، والكل كان بيتكلم فيها، مش الكل، البعض كان بيعتقد ان ربما تحصل مواجهة ما بين الاهلي وليفربول الانجليزي في نهائي المونديال. معنى الكلام ده ان الاهلي كان يعدي اتحاد جدة ويعدي ساو باولو البرازيلي كمان، ولكن يجي محمد نور بهدفه اللي ايده شاركت فيه علشان يصدم جمهور النادي الاهلي بخسارة كانت صعبة جدا على فريق الاحلام. مباراة كانت غريبة جدا، والاهلي اخطأ فيها خطأ شنيع جدا، والاهلي اخطأ قبل البطولة دي انه ما استعدش للبطولة دي بشكل منظم، وان هو يتدرب على اجواء اليابان وكمان توقيت اليابان. منساش المباراة دي، منساش ساعتها كنت انا في 6 ابتدائي وقاعد بتابع المباراة دي ومشغول بالاهلي يا ترى هيعمل ايه، مش مركز خالص مع الحصص ولا المدرسة، علشان الاهلي يصدمنا كلنا زي النهارده كده من 20 سنة يوم الحد 9 ذي القعدة 1426 الموافق 11 ديسمبر 2005. مباراة صعبة جدا بين الاهلي واتحاد جدة، وهيفضل هدف محمد نور هدف عمره ما هيتنسي ابدا. الهدف اللي يعني يعتبر كان فيه جزء على الطريقة المارادونية، هدف ومباراة عمرهم ما هيتنسوا ابدا للنادي الاهلي ولكل جماهيره.